أنا طبعا اليوم بتكلم عن أحد الصحابة. أنا أتصور الحديث عن هذا الجيل، خاصة جيل الصحابة الرعيل الأول، الهدف منه أننا أنا أقولها الآن اللي يشاهدوننا، يعني أنا يشاهدنا أبنائنا وبناتنا والشباب والجيل، حنا نبغى كيف نحبب الجيل في هذا الرعيل الأول. حنا بالفطرة، فطرتنا كمسلمين نحب صحابتنا رضي الله عنهم ونترضى عنهم، لكن الحب اللي أنا أتكلم عنه حب الاقتداء. ولذلك الله يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله إيش؟ قال فاتبعوني. يعني مسألة حب من غير اتباع هذا حب كاذب، هذا حب مو صحيح. صحيح بيننا وبين الصحابة 1400 سنة بل أكثر من ذلك، لكن حنا لما نتكلم أمام الملايين من أبنائنا وبناتنا والأمة التي تنظر اليوم وتتابع، لابد أن نقول هؤلاء هم قدواتنا، هؤلاء هم الذين هم النور الذين أنار الله بهم الدنيا والأرض مع نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابي الذي سأتحدث عنه هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، المؤذن الأول بلال ابن رباح رضي الله عنه وارضاه. انا اجزم انه مثل ما ابتسمت يا محمد ووائل عشرات بل مئات اليوم ممن يشاهدنا يبتسم، لان هذه الشخصية محبوبة. وبالمناسبة بلال من الشخصيات التي يعرفها حتى غير المسلمين، يعني بلال، شخصية بلال رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل العظيم القدير الذي اجتمع بنبيكم عليه الصلاة والسلام، هو مؤذن الإسلام الأول ومؤذن النبي عليه الصلاة والسلام الأول. النبي له 4 مؤذنين الآن نأتي عليهم إن شاء الله تعالى. هذا هو مؤذن الإسلام ومؤذن النبي الأول صلى الله عليه وآله وسلم. بلال ابن رباح الحبشي، ولد في الحبشة قيل، وهو من أهل الحبشة. أمه اسمها حمامة وهي أيضا أمه، ووالده أيضا عبد. وهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه يكنى بأبي عبد الله. ولد قبل عام الفيل، قيل ب3 سنوات وقيل ب2 وكم شهر. قبل عام الفيل ب3 سنوات تقريبا. كان مولى وعبدا لبني جمح، قبيلة من قريش. كان شديد السمرة رضي الله عنه وارضاه، نحيف وطويل جدا، حتى يعني بمصطلحاتنا المعاصرة يمكن نقدر نقول عنه عملاق. كان يوصف في كتب السيرة انه طويل جدا، طوله كان واضحا، وكان شعره كث رضي الله عنه، وكان جميل الصوت. تميز بعد ايمانه واسلامه وصبره على الاذى ودفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لانه حضر جميع الغزوات، لكنه تميز رضي الله عنه بالصوت الجميل. كان من جملة صفاته ما يحب يمدح. اليوم بعض الناس يحبون ان يمدحوا ايش؟ بما لم يفعلوا كما قال الله. بلال رضي الله عنه طبعا من تواضعه على جلالة قدره، اذا احد مدح قال اسكت، انما انا حبشي كنت بالامس عبدا. يقول كنت اربي نفسي بهذا الكلام. ولذلك اليوم حديثنا عن هالشخصية. انا ابغاكم تتخيلون بلال، الله رفع بلال بايش؟ وش اللي كبرك يا بلال عند الله؟ في مقاييس الدنيوية ما له قيمة عند قريش، كانت قريش تحتقره، والآن بيجي الحديث عنه. لكن في المعايير الربانية أنا أسمع خشخشتنا عليك، يعني الموضوع اختلف. الميزان اللي يناظرون البشر مو موجود. ولذلك بلال رفعه الله، كبره الله. قيمته تكمن في ايش؟ ما كمنت لا في لباسه ولا في نسبه ولا في حسبه، كمنت في قيمته عند الله. بينه وبين النبي كم؟ إذا قلنا أسلم وعمره 30 سنة، كم بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 10 سنين. أسلم وعمره 30 سنة، ومعناته أنها لما بعث النبي كم كان عمره؟ 40 سنة. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام هو أسلم في أول سنة البعثة، وهو من أوائل من أسلم رضي الله عنه، بلال رضي الله عنه. بل هو من 7 الذين جهروا بإسلامهم، أوائل، بل هو 3 واحد جهر بإسلامه. اي لان الجهر بالاسلام معناته تتعرض للتعذيب، تتعرض للاضطهاد، وخاصة انك عبد، يعني ما عندك احد بمعنى قبيلة تستطيع انها نعم تدافع عنك او تقف دون من يأتيك، لكنه اعلن وجهر باسلامه حبا في الاسلام ورغبة في نصرة الحق والاسلام. طيب بلال رضي الله عنه لما جاء الاسلام كان يسمع
عن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع من أسياده أول من كان هو مولى عنده عبد الله بن جدعان، هذا من كبار قريش. عبد الله بن جدعان كان عنده 100 عبد. يوم سمع ان العبيد يدخلون في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم راح وطردهم وطلعهم من مكة كلهم، ولا خلوا له الا واحد، من هو؟ بلال، على اساس ان بلال يعرف يرعى الغنم. قالوا خلوا واحد عند ابن جدعان هذا يرعى غنمه، والباقيين ذا 100 طلعوهم. ليش؟ قالوا هم اكثر الناس يسبقوننا الى محمد في الاسلام. وهذه طامة بالنسبة لعبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان جعل بلال يخرج في غنمه ويرعى في غنمه. لما كان يرعى كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع ابو بكر في الغار، في غار يختبئ فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويجلس فيه. بلال يرعى الغنم، اذا جلس يرعى الغنم مر على هالغار هذا وطل النبي عليه الصلاة والسلام وشاف بلال يرعى الغنم، ما بعد اسلم، ناداه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام تعال. يوم جاء بلال رضي الله عنه الى النبي عليه الصلاة والسلام، هو طبعا كان يسمع الناس يتكلمون عن النبي، وكان يسمع اسياده يسمعوا يتكلمون عن الاسلام، جاء محمد وقال محمد وفعل محمد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل من لبن؟ ما عندك حليب تعطينا؟ قال بلال انا ما عندي الا شاة واحدة من هالغنم لي، شاة واحدة. يقول بلال رضي الله عنه فانها هي مؤونتي، هي اللي انا اشرب منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بحليبها، اجيب الشاة قربها. يقول بلال فقربت الشاة واتيت بقعبة، القعبة مثل الان نسميها الطاسة ولا القدح الصغير. يقول فجئت بها فحلب النبي، بركة محمد صلى الله على محمد، كل ما سمعتم صلوا عليه وابشروا بالفرج، تفرج الهموم وتكفر الذنوب وتقضى الديون بس كثرة الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجمعنا به بجناتك وصلي وسلم عليه يا رب العالمين. فصلاتنا على النبي نور وهداية وتوفيق. المهم حلبت، يوم حلبها شرب النبي حتى ارتوى، ثم حط القعبة مرة ثانية وحلبها، ثم شرب ابو بكر فارتوى، ثم حطها مرة ثالثة فشرب بلال حتى ارتوى. يقول بلال رضي الله عنه فلما حلبت الشاة عاد ضرعها كما كان، ضرعها انتفخ كأن اللبن او الحليب ما طلع منها، وهذه من بركة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول استمريت، يقول فوقفت عند النبي فقال له يا غلام هل لا تريد الاسلام؟ ليش ما تدخل في الاسلام؟ فاني رسول الله، انا محمد رسول الله. قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك محمد رسول الله. يقول جلست 3 ليالي 3 ايام وانا اروح اهل الغار هذا، لين اكتشفتها قريش. كيف دروا قريش؟ جاء انا اسمي ابو جهل ذا سوسة، ابو جهل الصحيح، ترى بعض الناس عندنا اليوم في لقافته قريب من سوسة ابو جهل في اللقافة. طبعا ابو جهل ذا سوسة كان هو كثير ما يصد على الاسلام ومات على الكفر، ولذلك لما جاء طبعا له قصة مع وليد بن المغيرة، يقول ترى اللي يتكلم في السيرة عنده استرسال واجد، لكن ما ودي ادخل منه ومنا ولا نضيع. يقول ان بلال اليوم رجع على الغنم، يوم راح يرعاها سام من هالغنم، والمرعى ما هنا مرعى. قال ابو جهل لبن جدعان من اين جاء غلامك الاسود هذا؟ قال جاي يرعى الغنم. قال غنمك لها 3 ايام تسمن وحليب ضرعها يكبر ويكثر، والله يقول واللات والعزى ان غلامك الاسود هذا يعرف موقع ابن ابي كبشة يعني يعرف موقع محمد صلى الله عليه وسلم. هالبركة هذه مستحيل تكون عبث. قال ابن جدعان ما الذي ابقاه عندي؟ انا طردت 100 عبد، ليش ما طردتوه؟ قال أمية بن خلف ابقيناه لك حتى يرعى غنمك، ما عندك احد يرعى الغنم. فقال اذا امنعوه، ما عاد يروح لها المرعى، لا عاد يروح المرعى ولا يرعى، ما يبغاه يقابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض الروايات في كتب السير انهم ضربوه حتى قبل يدرون انه اسلم، الى الان ما دروا، يبغونه يعلمهم هل رأى النبي او ما رآه. وكان متمسكا، يقول ما شفت احد، لانه يعرف انه الان دخل في موضوع جديد. انت موضوع الاسلام هو موضوع الامانة، موضوع الوفاء، موضوع الصبر، موضوع الانتصار للاسلام، نبي الاسلام عليه الصلاة والسلام. ثم بلال رضي الله عنه قلت لكم هو 3 من جهر باسلامه في مكة. شوفوا لما تقول جهر باسلامه، احنا ترى ما نفهم معنى هذا الكلام يرحمك الله. انت لما تكون في مكان جهرك بالاسلام يعني الضرر بك
يمكن قتلك، معناتها الموت المحقق. وهو ايضا عبد ما عنده قبيلة تنصره مثل ابو بكر. ابو بكر جهر باسلامه وراه قبيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم وراه عمه وراه بني عبد مناف وبني هاشم. لكن انا يا بلال من يحميني؟ ومع ذلك هذا تحدي، اصرار، هذا دلالة قناعة وقبول ورغبة في ان ينشر هذا الخير وان يقول انا اسلمت، مع انه كان مرخص له الا يعلن. ما بعد جاء وقت الامر بالجهر بالاسلام، بامكانه يبقى على عدم جهره. السبعة الذين جهروا بالاسلام طبعا النبي صلى الله عليه وسلم واحد، ابو بكر رضي الله عنه اثنين، بلال الثالث ممن جهر باسلامه، عمار رضي الله. انا كنت اليوم بتكلم عن آل ياسر لانهم اسرة عجيبة الحقيقة، يعني رفع الله ذكرهم الى اليوم. اسرة عانت معاناة كبيرة، ومن الاسر الفقيرة، لكنها اسرة كلها ماتت في وقت واحد. عمار وامه سمية وصهيب والمقداد وقيل الخباب، قيل خباب، يعني واحد من هؤلاء، يا اما المقداد او خباب. هذول السبعة هم من اول من جهروا باسلامهم رضي الله عنهم جميعا وجمعنا بهم في جنات النعيم. بلال، لما انا ودي اكمل ثم تكون نقاشات في اخر الله. بلال جهر باسلامه حبا في الاسلام، هانت عليه نفسه في سبيل من؟ في سبيل الله. يقولون ان بلال رضي الله عنه كان يدور فرصة يدخل جوا الكعبة عشان يبصق في وجوه الاصنام، وجاء مرة تلفت عند الكعبة ما شاف احد، ودخل الكعبة الا كفار قريش كانوا وراء الحجر من دسين، ومنهم ابو جهل السوسة اللي انا سميته هذا السوسة. يقول دخل بلال رضي الله عنه، يقول فبصق اكرمكم الله والمشاهد على الاصنام اللي موجودة، قال خسر وخاب من يعبدكن. يقول من المجنون جالس يعبد له حجر ولا صنم ولا هذا صاحي ذا؟ هل في عقل؟ ثم رأوه ابو جهل شافه وراح لبن جدعان. ابو جهل طلع اشاعة في عند قريش، قال ترى بن جدعان اسلم، بدليل ان عبده الاسود هذا يدخل يتفل اكرمكم الله ويبصق على اصنامنا، معناته انه داخلا في الاسلام ولابد ما يبغى يعلمنا. تقامزوا كبار قريش سبحان الله يتعاونون على الاثم والعدوان. الشر احيانا اعوانه كثر، ولذلك صدق عمر بن الخطاب في الاثر الشهير اللي يقول عجبت لعجز المؤمن، وعجز المؤمن يعني وعزم الكافر او عزم المنافق. عجز الثقة لما يعجز المؤمن، لما يكون كسلان. ليش العدو اليوم يخطط ويرتب ويدبر ويشتغل على خطط استراتيجية وخطط بعيدة وجالس ينفذها للأسف، وفي الغالب اغلب وضع المسلمين اليوم جالسين يتفرجون. لا، هذا بلال رضي الله عنه مباشرة لما فعل هالفعل راح وين؟ راح دخل بيت عبد الله بن جدعان واختبأ. جو الناس كفار قريش طقوا الباب على بن جدعان بغوا يكسرون بابه، قالوا صبأت عن دين ابائك واجدادك، انت دخلت في الاسلام. قال واللات والعزى ما دخلت في الاسلام. قالوا رأينا عبدك الاسود يبصق في وجه اصنامنا. ثم نادوه رضي الله عنه وارضاه فقال لم تبصق في وجه الاصنام؟ قال خسر وخاب من عبدهن، اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واعلن اسلامه. قال ابو جهل لعبد الله بن جدعان عليك ان تأخذ حق اصنامنا من عبدك الاسود هذا. قال خذوه لكم، وخذاه امية بن خلف واعطاه اياه مثل الهدية واصبح سيدا له. قال واللات والعزى، يقول امية بن خلف واللات والعزى لا يظهر علينا شمس يوم اخر الا وقد اظهرنا دين هذا، اما ان يكفر بآلهة محمد واله محمد او يموت بين ايدينا. شوفوا كيف القوة، احيانا القوة على الضعيف ما هي بقوة. لما تتقوى لك على خادم في بيتك ولا سواق ولا خدامة، ولا تتقوى لك على ضعيف، ترى ذي ما هي بقوة، هذا ضعف. القوة الحقيقية ان تنتصر على من كان بحجمك او من هو اقوى منك. اما مسألة انك مثل ما فعل علي بن ابي طالب رضي الله عنه في قصته مع عمرو بن الجموح، الرجل الجاهلي المعروف من شجعان العرب، ويوم جاء عمرو بن الجموح في القصة الشهيرة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، عمرو بن الجموح على قولتهم داهية من فرسان العرب ولا احد يقدر يناطحه، ولما جاء قال يا محمد انني اشتقت الى النار. عبد ودي، نعم،
عمرو بن عود نعم. قال اني اشتقت الى النار فهل احد من قومك اشتاق الى الجنة؟ يقول عمرو بن ود هذا. فقال قام علي بن ابي طالب قال الرسول اجلس يا علي، انما عمرو بن ود اجلس. عمرو هذا والنبي صلى الله عليه وسلم ما يبغى علي شجاع وبطل ويقف مع شجعان، لكن لحكمة ارادها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن. شاهد الكلام ان علي بن ابي طالب دخل فبارز في الخندق. قالوا بعض المسلمين قلنا لن يخرج علي الا وقد قتل، الموضوع منتهي، من يستطيع يقف امام هذا الرجل؟ يقول فلما نزل علي بن ابي طالب حاط اللثام على وجهه. يقول ما يبغى يعرف عشان اسمه، انه لو عرف انه شاب صغير وانه ولد ابو طالب، لان ابو طالب كان صديق عمرو بن ود صديق له، يقول ما يمكن يقاتلني. يقول فوضعت اللثام على وجهي. قال من انت؟ قلت رجل من اصحاب محمد اشتاق الى الجنة. قال له ارجع اكشف عن وجهك ولا لا اقاتلك. قال ما راح اكشف عن وجهي. يقول علي فلما الح علي خفت انه يظن انني خواف، فكشفت عن وجهي فقلت انا علي بن ابي طالب. قال ارسلوك لانك اصغرهم عشانك الصغير؟ قال لا والله انما ارسلوني لانني اقلهم شأنا، من تواضع رضي الله عنه. قال اتقاتلني؟ قال نعم. قال ارجع. يقول له عمرو بن ود فاني لا اريد ان افجع اباك فيك، ابوك صديق لي ولا ودي اخوفه. قال اما انا فاريد ان افجع اباك فيك. يقول انا ماني براجع، انا اخوف ابوك واخليهم يشوفون اللي ما عمره حساب. قال تقاتلني؟ قال اقاتلك. قال علي عندي 3 شروط. قال وش؟ قال الاولى ان تشهد ان لا اله الا الله. قال اما هذه فلا، انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. قال لها الثانية؟ قال الثانية ان تقاتلني وانت على فرسك وانا على الارض. قال ليش؟ قال حتى يعلم الناس اذا قتلتك ان عند محمد رجال، حنا نقدر نهزئك انت واشكالك. قال الثالثة اللي كان يطلبها منه، قال ايش؟ احدهما. فقام علي رضي الله عنه فبارز. يقول الصحابة جت غبار عجة على ما يقولون، ما شفنا لكننا متيقنين ان علي سيقتل. يقول شوي فاذا بصوت وطلع علي ماسك الراس يقول جئتك به يا رسول، جئتك به. هذه مواطن الشجاعة اللي ينبغي ان نكون فيها نفرح. اما بلال رضي الله عن بلال وارضاه، يأتيه ابو جهل وأمية بن خلف وعبد الله بن جدعان وكبار قريش، ومع ذلك يقولون لا تغيب شمس هذا اليوم الا وقد غربت شمس الاسلام في نفس هذا العبد. تخيلوا يا جماعة من شدة ما كان يفعل به، ياخذونه في وسط مكة ويلبسونه لباس الترس الحديد، الدروع الحديد، يلبس في قيض مكة في شدة حرتها، ثم يجعلوا الأطفال يسحبونه في سكك المدينة، يسمونه يسحل في السكك، ثم يضعونه على رمضائها ويجيبون حجر وهو تحت الحديد. الحجر هذا يزن يعني يشيلها 10 رجال، ويحطونه على صدره وعلى بطنه وعلى رجليه، ويضرب أمام الملأ. وكانوا يرددون عليه اكفر بآلهة محمد. قال احد 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 احد. الله اكبر. 3 حروف احد، الف حاء دال، لكنها عظيمة اذا ايقنا بها. امتلأ قلب بلال بهذا الايمان. وتخيل انسان لا يمشي حافي في بلاط بيته وقت الشمس والحر، ما استطاع، كيف برجل تخلع ثيابه ويلبس الحديد ويصهر حتى يقولون كنا نرى العرق يتصبصب منه، والله خفنا عليه ان ينصهر يميع يذوب من شدة ما كان يعذب رضي الله عنه. يقول بعض المؤرخين في كتب التاريخ والسيرة لا نعلم احدا في ذلك الوقت، يعني في بداية الاسلام، عذب كما عذب بلال، ما فيه. العذاب يا جماعة ترى بلال حق علينا كلنا. هؤلاء الصحابة الذين افنوا عمرهم وبذلوا حياتهم وقاتلوا في دين الله، صبروا لأجل ايش؟ حتى يصل لنا الاسلام. لهم حق ان نترضى عنهم وان نحبهم وان نجلهم رضي الله عنهم، وان نعرف لهم فضلهم وان نعرف لهم قيمتهم. ولذلك بلال يا جماعة يصبر وكان بامكانه. يقولون الصحابة ما من احد طلبت منه قريش ان يفعل شيء الا فعله،
من باب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا بلال. بلال ما سوى ولا شيء، مع أنه لو قالوا، يقول بعض الصحابة طلب منا أن نقول كلاما يخالف الحق ففعلنا عشان ننجو، لكن بلال لا، احنا وش طلبنا منك؟ الدين وش طلب مننا؟ قال صلي الفجر في جماعة، واليوم صلاة الفجر يدن على 5، وبعضنا ينام بفراشه. شارع كامل تطلع فيه ما تشوف ولا رجال يطلع يصلي في المسجد. سبحان الله. الأمر الثاني، بلال جلس يعذب، تخيلوا، في الصحراء مدة طويلة، قيل أشهر، والصحابة يشوفون. قال النبي كلمة واحدة، جالس أبو بكر جنبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن عندنا شيء، الله أكبر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو عندنا فلوس، يقول لو كان عندنا شيء لابتعنا هذا العبد، كان شرينا بلال وفكنا من العذاب. أبو بكر قام فهم الرسالة، هو خايف بس يتصرف أبو بكر بتصرف لم يأذن به النبي. فيوم سمع الكلام لو أن عندنا شيء لابتعنا بلال، اشتريناه واعتقناه لوجه الله ولا نشوفه يتعذب كل يوم. لكنها بداية كانت فيها ضعف. يقول أبو بكر فذهبت مباشرة عند أمية بن خلف وهو يضرب فيه ويعذبه، قال اتق الله في هذا العبد فقد آذيته أما أيما إيذاء. قال أنت الذي أدخلته فأخرجه. يقول أنت اللي جريته معك والإسلام، طلعه منه. أتشتريه؟ يقول له أمية، قال نعم أشتريه. كان العبيد في ذلك الوقت ما يسوون شيء، وبلال مع الضرب والتعب هلك، وكل ما هلك العبد كانت قيمته أقل. يقول أمية بن خلف فقلت لأبي بكر أتشتريه ب9 أوقيات؟ الأوقية وزن الفضة، يعني مثل الكيس اللي فيها يعني 9. قال نعم اشتريته. خلاص شرى أبو بكر. قال يا أبا بكر لو قلت لي بأقل من أوقية لبعتك إياه. ما يسوى. يقوله قال والذي نفسي بيده لو طلبت فيه 100 أوقية لاشتريته منك. أنت تحسب أن بلال عند الرخيص؟ بس بلال من يوم دخل تحت دائرة لا إله إلا الله ارتفع وعلى وسمى وشمخ، لأنها إسلام. يرتفع كل من يدخل تحت مظلته، ويعتز كل من كان مسلما. هذا كلامك أنت. يقول فاشتراه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أنزل الله جلت قدرته في أمية بن خلف وفي أبو بكر. قال الله جل وعلا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. هذا من هو؟ أمية بن خلف الذي كذب وتولى. ثم قال عن أبو بكر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة، مو بيرد فضله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. راح يرضى رضي الله عنه أبو بكر. ولذلك النبي لما وقف على المنبر وقام يخطب خطبته قبل موته عليه الصلاة والسلام، تعرفون خطبة النبي لما خطب عن الموت كان يودع الصحابة، الوداع. خطبة الوداع ليست في حجة الوداع، خطبة وداع النبي من الدنيا. لما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إذا جاء نصر الله والفتح، اللي فهم تفسيرها من هو؟ أبو بكر. إذا جاء نصر الله والفتح، الصحابة فهموها معناته أن سينتصر الدين وينفتح على محمد. قال أبو بكر، فقام أبو بكر فبكى، عرف أنه إذا جاء نصر الله إذا اكتمل الشيء انتهى، فما دام أن الدين اكتمل خلاص الرسول سيموت. ففهم أبو بكر أنها تعزية في وفاة النبي، فقام في المسجد. تعرفون أن الصحابة متحمسين الرسول يخطب، لأن الرسول رجع من الحج، ولما رجع من الحج وراح المقبرة البقيع كان تعبان، وشالوه الصحابة. كانت ليلة عند من هي؟ لا ميمونة رضي الله عنها، كان عندها النبي ليلة عندها، فشافوه الصحابة. جاء كان بيت ميمونة، فحس النبي بمرض الموت، فقال ادعوا لي كل نسائي، كل حريمي زوجاتي نادوهن. فجو نساء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنهن أن يمرض، أنه مريض، أن فترة المرض يبقى عند عائشة. فيوم جاءوا يطلعونه من بيت ميمونة إلى بيت عائشة شالوه الصحابة، كان الفضل والعباس واحد على يمين واحد على يسار، فشافوهم الناس هم يطلعون النبي، فانتشر الخبر في المدينة ترى الرسول مريض. تجمعوا الناس في المسجد يصيحون يبكون. فقال علي عائشة ما هذا الصوت؟ قالت بلغ الناس أنك مريض واجتمع الناس خوفا عليك يا رسول الله. قال اخرجوني إلى المسجد. وكانت العمامة كما يروي الفضل يقول على رأس النبي وطالع تنطرف منها على عينه بهالطريقة تقريبا. قال فرفعها
قال فلما كشف عن وجهه رأينا وجه النبي كورقة مصحف، قد رق وجهه واصفر كأنه ورقة مصحف من شدة الألم والمرض، اصفر من الحمى. فوقف على المنبر، هذه القصة. فلما وقف بدأ يخبر الناس، كل الناس ساكتين الآن. فلما سمع ابو بكر اذا جاء نصر قام قال فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بأولادنا يا رسول الله، فديناك بأموالنا. قالوا الناس من اللي يجرؤ يقاطع النبي؟ اجلس يا ابو بكر لا تقاطع رسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اسكتوا دعوا لي صاحبي، والله ما منكم من احد له يد علينا يعني فضل الا كافأناه في الدنيا الا ابا بكر فاني تركت جزاءه على الله. هذا الرجل الوحيد اللي ما قدر ترد جزاءه. لا احد يتكلم في ابو بكر، كل الابواب تسد وتغلق الى المسجد الا باب ابي بكر. كان كل واحد من الصحابة كل يعني قبيلة لها باب يدخلون معه، قال سكروا جميع البيبان الى مسجدي الا باب ابو بكر تكريما له. هذا الرجل الوحيد الذي امن بي وصدقني من اول ما جاء بالاسلام، اول من اسلم. كيف الان تجي تتكلم على ابو بكر؟ هذا ابو بكر هو اللي قام يوم سمع الرسول قال لو عندنا ما نبتاع به بلالا لاشتريناه. جاء بلال وجاء ابو بكر واشترى، قال والله لو طلبت منه يا امية، لو طلبت فيه 100 أوقية لدفعتها فيه. ولذلك يقول عمر صدق، قال ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا، او ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا، فاعتقه لانه سيد وذاك سيد رضي الله عنه وارضاه. يا جماعة انفاق ابو بكر يعطينا دلالة عيشوا لغيركم. والله مسكين بعض الناس اللي يعيش لنفسه، ترى اللي يعيش لنفسه يعيش صغير ويموت صغير. تفكر في نفسك وحرمتك وش تاكلهم وش تشربهم، ولا عندك اي استعداد ان تقدم لامتك شيء، ستعيش صغيرا وتموت صغيرا. اما اللي يعيش كبير لامته سيحيا كبيرا ويموت كبيرا. ولذلك انا اقول بعض، والله يا جماعة حتى على بعض الشغلات البسيطة، انا بسأل بعض اخواتي اللي يشاهدون الان كم عندس من دالوب مليان ملابس في المستودع شتوية وصيفية، شيليها يا ابن الحلال تصدق بها. قالت لا يمكن احتاجها السنة الجاية، يمكن انحف. والله ما تنحفين والدعوة خربطة. كلام فاضي. بعض الشغلات حقيقة هدوم وملابس وغذاء. بعضهم عنده طعام، عنده عزيمة في البيت وطعام الوان واشكال، ويبخل على خادمه وعلى عامل ان يعطيه من الطعام، وعنده جار فقير ويجمعه ويبي يحط في الثلاجة وهي بيدس وهو مو ماكله. وفي الاخير اكرمكم الله واكرم الله المسجد ومن يشاهد، والنعمة ترمى هذه النعمة في القمامة، وكسب يمكن اثمين: اثم منع ان يأكلها الضعيف الفقير واعطائها له، واثم انه رمى هذه النعمة التي تحتاج الى الشكر حتى تبقى وتزداد. كما حدثنا آباؤنا عن الفقر، قالوها الشيبان، يقول نخشى ان يجي يوم تحدثون عيالكم عن النعمة. احنا الان احنا في نعمة، لكن نخشى يجي يوم نقول عيالنا كنا في نعمة وكنا لا جلسنا على السفرة نأكل اصناف الأطعمة. عسى الله يديمها ويزيدها، ونسأل الله يرزقنا شكرها. يا جماعة والله الامور تراها تتغير. اتقوا الله، عيشوا لأمتكم يا اخي، تصدقوا لوجه الله. ولما نقول تصدقوا لا نعني انك ادفع الملايين، قد تكون ما تملك الا الشيء البسيط. زاد من الطعام، يعني بقي من الطعام فائض ولو كان ربع دجاجة ولا شيء ما راح تأكله، تصدق به على محتاج. عندك تمر في البيت يزيد عن حاجتك، اعط من يحتاجه. عندك ماء، هذا الماء خير الصدقة سقيا الماء، من خير الصدقة الماء. حط لك كرتون ماء، وهذا الكلام سبقا قلته، في المسجد، في مكان يحضره عدد من العمالة، في اماكن عامة، انت مأجور مع الله. تشتري علبة الكرتون يمكن ب10 ريال او 9 ريال، لا شيء. حتى الفقير يستطيع عليها، وان لم تستطع لا هذا ولا ذاك فانوي النية الصادقة التي تقربك الى الله، ان تكون عندك نية تقربك من ربك سبحانه وتعالى. الرسول عاش مع بلال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اخفت في الله وما يخاف احد، واوذيت في الله وما يؤذى احد، ومر علينا ايام، يقوله كنا لا نجد طعاما الا ما يضعه بلال تحت ابطه، يدس تحت ابطه بعض الطعام، ثم اذا جاء ونزله كلاه النبي صلى الله عليه وسلم. رسولكم صلى الله عليه وسلم ما عاش في الدنيا لاجل الطعام ولا لاجل الشراب ولا لاجل الدنيا،
انما رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم كان يريد الحق. لذلك هم كانوا يقولون ميد الرسول تجمعنا، يقولون كفار قريش مع ضعفاء الناس، مع هذول العبيد والضعفاء والفقراء. يقول سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لانه ضعيف يعني ليس عنده مال، ولا بلال كان عبدا، يقول كنت انا وستة، انا وبلال، وذكر رضي الله عنه مجموعة ايضا اخرى من الصحابة. قال فجاءه كفار قريش قالوا تجتمع معهم وتقول اجلسوا، ان جلسنا مع هؤلاء تجرأوا علينا، فانزل الله ولا تطرد الذين ايش يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان هؤلاء يا جماعة ترى قد تنصرون بالفقراء والضعفاء. احيانا نصرك للفقير اللي عندك والضعيف او جلوسك معه قد يكون سبب نصرك في الدنيا وفي الاخرة.